أهلا بكم. تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا أثار موجة غضب واسعة لإعلامي سعودي يتطاول على الفلسطينيين ويسبهم ويمنن عليهم بالمساعدات السعودية بسبب رفضهم لسياسات السعودية وولي العهد محمد بن سلمان. السعودي رواف بن السعين الذي يعرف نفسه على أنه أديب وشاعر وإعلامي سابق ظهر في كلمة مصورة بثها على صفحته بتويتر يتطاول على الفلسطينيين زاعما أنهم ليسوا من العرب بل بقايا شعوب. مقطعين يندى لهم جبين، مو الإنسانية حتى الحمير الله يكرمكم. مقطعين الفلسطينيين. المقطع الأول مسوين تمثال لسمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ويضربونه بالنعول وبعدين يحرقونه ويتوطونه. المقطع الثاني عشرات الآلاف مئات الآلاف من المظاهرات: يا محمد بن سلمان يا خنزير نربطك على الجنزير، تربط العنتن تلعن أبوك من أيام جالوت وطالوت لليوم. أصلا أنتم يا الفلسطينيين ما أنتم عرب ولا أنتم رجال ولا عندكم نخوة ولا عندكم ضمير ولا عندكم ذمة. أنت ظاهرتوا وحرقتوا صور ملوك السعودية وقلنا لكم ليش؟ قلتوا والله هاي جماعة غزة، ما لنا يا زلمة علاقة. وإذا قلنا لجماعة غزة قالوا هذول جماعة محمود عباس، ما لنا علاقة. أنتم متشتتين بانفسكم وأنتم متليمين وضرركم على اللي ينفعكم. ماني شايفكم متظاهرين ضد إيران ولا ضد حزب الله ولا ضد تركيا وهم اللي داعسين عليكم. شايفكم تتظاهرون ضد السعودية، ضد اللي يعطيكم واللي ينفعكم. أصلا هذا رد الفعل على 27,000 ذبيحة و100 مليون دولار قبل شهرين دخلن حساباتكم ودخلن بيوتكم. هذا رد الفعل حقهم. يعني تركيا وإيران وحزب الله تصفقون لهم، أما السعودية تشتمونها، هي تعطيكم وأنتم تشتمون. شيء غريب عجيب. ثاني شيء، ترى اليهود أقرب منكم لنا يا العرب، لأن أنتم عرب، أنتم بقايا شعوب كلدانيين آشوريين شركس أرمن من كل مكان. أنتم عرب. اليهود أقرب لنا منكم وأشرف منكم. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة. أرحب به. سيد فايز أبو شمالة، يعني كيف رأيت هذا الفيديو لمن تحدث عن نفسه ووصف نفسه أنه إعلامي وأنه شاعر واسمه رواف السعين، يتحدث ويقول للفلسطينيين أنتم لستم عرب، اليهود أقرب لنا منكم. يعني كيف رأيت هذه التصريحات أو هذه الكلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والتحية لك ولمشاهدي فضائية الجزيرة مباشر. وأقول بأن هذا الصوت النشاز لا يمت إلى العرب بصلة، لا يمت إلى تاريخ الجزيرة العربية بصلة، لا يعبر عن وجدان الشعوب العربية التي قدمت دمها ومالها ومواردها، ليس دفاعا عن فلسطين وإنما دفاعا عن تاريخ الأمة العربية وعن الأرض العربية المتجسدة بالقضية الفلسطينية. أقول هذا الصوت النشاز جاء لأهداف شخصية، يريد أن يشهر نفسه أو يظهر نفسه من خلال هذا الفيديو. ثانيا، يريد أن يكسب ود اليهود والإسرائيليين لأنهم يقربون ويرفعون بالوظائف من خلال علاقاتهم المخابراتية مع الأجهزة. يريد أن ينظر لفكرة بن سلمان التي عبر عنها في لقاء له في 2/4/2018 مع صحيفة ذا أتلانتيك، عندما قال من حق اليهود أن يعيشوا على هذه الأرض، هذه أرض أجدادهم ولهم تاريخ وهم هجروا من الجزيرة العربية. أظن مثل هذا الحديث لا ينسب إلى العرب، والقضية الفلسطينية هي وجدان الأمة العربية. نعم. وإذا أراد الفلسطينيون أن يؤكدوا انتمائهم إلى هذه الأمة، أظن أن هذه الأرض أرض عربية، أرض إسلامية، والشعب الفلسطيني جزء من الشعب العربي. قد تكون أصولي أنا من الجزيرة العربية، قد تكون أصول غيري من العراق وأصول آخر من مصر. هذه الأرض لم تقسم إلا ضمن اتفاقية سايكس بيكو، فصار هذا فلسطيني وهذا أردني
سوداني وهذا قطري وهذا مغربي وهذا جزائري، الأصل كلنا عرب، وأرض العرب كانت ملك للإنسان العربي يتنقل بها حيث يشاء، فلا داعي لأن ندافع عن انتمائنا إلى هذه الأمة العربية والتي ننطق باسمها وندين بدينها وننتمي إليها وجدانا وتاريخا. نعم. هذه الأصل. نعم دكتور فايز، يعني أنت تحدثت وقلت أنه هذا صوت نشاز، لكن في الفترة الأخيرة هناك أصوات كثيرة من السعودية تحديدا، وحتى على مواقع التواصل على تويتر الحديث عن دائما، يعني الحديث أنه الفلسطينيون يعني اذهبوا إلى أرضكم حرروها، نحن ليس لنا إلا قضيتنا نحن السعودية. يعني هذا الحديث كثر في الفترة الأخيرة، ما تعليقك على ذلك؟ لهذا الحديث غطاء سياسي، هذا الحديث ينظر لمرحلة سياسية قائمة تقوم على توطيد العلاقة ما بين المملكة السعودية ومحمد بن سلمان بالتحديد والنظام السعودي مع الإسرائيليين. هذه اللغة لغة سياسية بالأصل، والهدف منها كما قلت أن تمهد الرأي العام السعودي، الرأي العام العربي بالجزيرة العربية، كي يتقبل العلاقة مع اليهود، كي يتقبل تبادل المعلومات مع الإسرائيليين، كي يتقبل الصداقة وتبادل الزيارات، كي يأتي غطاء لكل تلك اللقاءات التي تمت بين مسؤولين من السعودية ومسؤولين من الإسرائيليين، سواء على مستوى المخابرات أو على المستويات الاقتصادية. ولعل ورشة البحرين بالفترة الأخيرة خير دليل على هذه اللقاءات التي برمجت مرحلة من تاريخ هذه الأمة تقوم على التعاون مع الإسرائيليين. أظن أن هذا الحديث لن يجد له صدى في أوساط الأمة العربية والجماهير العربية والشعوب التي ترفض أن تكون مطية أو أن تكون وسيلة لإيصال أهداف الإسرائيليين. بالمناسبة الإسرائيليون لا يطمعون بفلسطين فقط، الإسرائيليون لا يحاربون الفلسطينيون فقط. فلسطين أو الفلسطيني هو حجر العثرة في وجه التوسعات الإسرائيلية والتمددات الإسرائيلية. المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التعابير عن الأطماع الإسرائيلية. وعلى سبيل المثال للإسرائيليين أطماع بأرض الجزيرة العربية، وهنالك منظمات يهودية تطالب بحق اليهود بمئات المليارات من الدولار تعويضا ليهود خيبر ويهود بني النضير وبني قينقاع كما يقولون الذين هجروا من يثرب ومن الجزيرة العربية. إذا نحن أمام مرحلة سياسية تأتي هذه الشخصيات وهذه الأوصاف، ذاك يدعي كاتب وذاك يدعي شاعر وذاك يدعي سياسي، وجميعهم يصبون في غاية واحدة، وجميعهم يلتقون مع الصهيوني الإعلامي إيدي كوهن الذي ينظر لهذه الفكرة. شكرا. ويريد أن يضع شرخا ومسافة ما بين الفلسطيني وما بين أخوه العربي والمسلم سواء في الجزيرة العربية أو في المغرب العربي. كاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور فايز أبو شمالة، أشكرك شكرا جزيلا لك. انضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح. دكتور سعد، أرحب بك وتعليقك على هذا الفيديو لهذا المواطن السعودي. أعتقد أنه مثل هذا الفيديو ينبغي أن يلتفت إليه، لأنه شخص تافه رأى موجة الاحتفاء باليهود والاحتفاء بإسرائيل وذم الفلسطينيين، فأراد أن يركب هذه الموجة بطريقة غبية ومتخلفة وبعيدة عن الطرح المقبول، فلذلك ينبغي أن لا يلتفت إليه ولا يعطى قيمة. يعني المشكلة الأكبر ليست هذا التافه الجاهل، المشكلة هي في البرنامج المتكامل الذي يقدمه الإعلام السعودي والإعلام الخليجي عموما، والبرنامج السياسي والدبلوماسي الذي يريد أن يسوق لفكرة أن إسرائيل دولة ليس بالضرورة دولة يعني مقربة أو شقيقة، لكن على الأقل دولة مقبولة ويجب أن نتعايش معها ونتبادل معها، وهي مفيدة، دولة مفيدة، وهذا واقعنا الذي يجب أن نرضى به. وأن هذه المقاومة التي يقوم بها الفلسطينيون هذه مقاومة مضيعة وقت وإزعاج لنا، ويضيفون لها أنه والله استراتيجيا إسرائيل أقرب إلينا من إيران، وإيران تشكل خطر، وإسرائيل لا تعتدي إلى آخره من المزاعم. هذا البرنامج مخدوم خدمة متكاملة في الإعلام السعودي، في وسائل التواصل، في النشاط الدبلوماسي، النشاط السياسي، في التصريحات المختلفة هنا وهناك، في الإمارات، في البحرين، في حتى بعض الدول الأخرى الخليجية والعربية بدأت تدخل في هذا السياق. هذا فضلا عن
ما تقوم به الدول المجاورة من الأردن ومصر وسوريا والسعودية كذلك من حماية الكيان الصهيوني حماية حقيقية. الأجهزة الأمنية المصرية والأردنية والسعودية تحمي الكيان الصهيوني حماية حقيقية، سواء في داخل بلدها من مطاردة من يدعم إخواننا في حماس، أو على الحدود بأوامر بإطلاق النار على من يفكر، من تخول من تحدده نفسه بأن يفكر بالهجوم على إسرائيل. لكن هذا الكلام كله أنا على يقين أنه في الوقت الضائع، وأنه نعم هناك صعود للطغيان والبطش وعداوة الدين وعداوة الأمة والعروبة، فضلا عن عداوة فلسطين من قبل بن سلمان وبن زايد والسيسي وغيره. هذا الصعود لا يشكل صعودا استراتيجيا، هذا الصعود بإذن الله سيسقط سقوطا مدويا ويصعد محله انتعاشة إسلامية عربية تؤدي فعلا إلى حصار إسرائيل، وأبشروا بذلك قريبا بإذن الله. أرجو أن تبقى معي دكتور. كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI حذر عددا من المعارضين السعوديين من خطر يهدد حياتهم مصدره السعودية بعد أسابيع من مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول. وأفاد الموقع بأن المعارضين الذين حذره مكتب FBI هم 3 معارضين سعوديين وناشط عربي يقيمون جميعا في أمريكا ولهم صلات سابقة بخاشقجي. وأشار إلى أن محققي FBI أعربوا عن قلقهم على سلامة المعارضين بسبب تداول أسمائهم في عدد من الدوائر. وتحدث الموقع عن زيادة عدد السعوديين الذين يطلبون اللجوء بشكل كبير منذ تعيين بن سلمان وليا للعهد في السعودية، وقال إن تلك الأعداد صعدت من 575 في عام 2015 إلى 1256 في عام 2017 وفقا لأرقام الأمم المتحدة. دكتور سعد، أعود إليك بهذا الخبر. يعني هناك يبدو أنه جمال خاشقجي لم يكن بمفرده هو من تترصد السعودية، هناك أسماء أخرى. الخبر يتحدث عن أمريكا طبعا، وأمريكا يعني دعني أقول أمريكا تمارس نفاقا. أمريكا تستطيع أن تمنع أو تحمي كل السعوديين المقيمين هناك أو العرب الذين يمكن أن يكونوا عرضة لاعتداء السعودي بمجرد رسالة بسيطة لمحمد بن سلمان: تأدب وقف مكانك ولا تمد يدك على من يقيم في أمريكا. هذه تستطيع أن تعملها بكل سهولة. لكنهم هو فعلا حصلت زيارات لبعض السعوديين والعرب ويحذرون شك بطريقة روتينية. لكن كما قلت أمريكا تعرف النظام السعودي جيدا، وتعرف أنه النظام يرتعب من أمريكا، وأنه يستحيل أن يتجرأ وأن يفكر بإحداث عنف سياسي داخل الولايات المتحدة. يعني كمثال، وهذا ربما قد يكون كلاما لم ينشر، أن محمد بن سلمان ناقش مع كوشنر بطريقة ما أنه لديه نية بعمل شيء لخاشقجي قبل أن يفعل ما فعل. طبعا لم يصرح بأنه يريد أن يقتله، فعلى طول كوشنر قال له: إن كنت تنوي عمل شيء فاحذر أن تعمله في أمريكا. فكان واضح جدا، قال يعني مستحيل أن نعمل عمل في أمريكا. طبعا المصادر هذه خاصة، لكنها حقيقة دار هذا الكلام بينهما، ومحمد بن سلمان يكاد يستحيل أن يفكر أن يعمل شيء في أمريكا. نعم. دكتور سعد الفقيه، يعني الحديث عن أنه حادثة جمال خاشقجي تحديدا، هل تعتقد أنه ابن سلمان أو المملكة العربية السعودية ستجرؤ بعد هذه الحادثة وما صاحبها من يعني زخم إعلامي واتهامات واضحة سواء من تركيا أو من المقرة الأممية الخاصة، هل ستجرؤ السعودية على ملاحقة معارضين السعوديين؟ مشكلة الشخصيات التي مثل شخصية محمد بن سلمان، التي لا تتعلم من الأخطاء، لا تتعلم من حرب اليمن ولا من حصار قطر ولا من احتجاز الحريري ولا من مقاطعة كندا، كلها حركات انقلبت عليه انقلابا كارثيا
ولم يتعلم منها ويستمر يرتكب هذه الأخطاء. ولا من عملية خاشقجي هو لن يكررها بالضبط نفس الطريقة، يعني مو يمسك واحد في القنصلية أو السفارة ويقطعه هناك ثم يحرقه في محرقة، لا، لكنه لا يستبعد أن يقدم على اعتداء بطريقة أو بأخرى يظن أن هذا الأسلوب الجديد سيفلت به. فهذه الشخصيات السايكوباثية الاندفاعية التي فيها جانب غير طبيعي، لا أستطيع أن أقول مرضي، هو غير طبيعي، لن تتوب ولن تقلع عن مثل هذه التصرفات إلا إذا أدركت أن هناك خطر شخصي عليها. يعني هؤلاء ليسوا مجانين وليسوا أغبياء، لديهم إدراك، ولكنهم يفكرون بطريقة غريزية أكثر من طريقتهم التفكير، الطريقة العقلية بعيدة المدى. لا يفكر بالآثار بعيدة المدى، يفكر بالأثر المباشر. فإذا أدرك أن يعني لو أدب حقيقة بجهد دولي بناء على ما عمله مع خاشقجي، أدب من محكمة الجنايات الدولية أو بقرار من الكونغرس أو بقرار من أمريكا أو بقرار من الاتحاد الأوروبي، لربما كان فعلا هذا راجعا له، لكنه ما دام لم يؤدب فسيقدم عليه مرة أخرى. دكتور سعد الفقيه رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح، أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا المساء مستمرة وبعد الفاصل استاد مباشر وفيه وش يا مصريين فاكرين ولا ناسيين يا 10 سنين أغنية جزائرية تدعو الجمهور المصري إلى تشجيع محاربي الصحراء في بطولة الأمم الإفريقية وفتح صفحة جديدة بين جمهور البلدين. لازم تحبس الفتنة، قوتنا في وحدتنا، ما عندنا مسامحين.